يا صباح الخيرات، ازيكم؟ الفيديو اللي فات احنا اتكلمت معاكم عن آه هدفي من ورا ان انا بنعمل الفيديوهات دي ليه. ولكن زي ما قلنا ان الفيديوهات موجهة لاولادي وبناتي، ولكن في من حق الناس اللي ما تعرفنيش انها تعرفني. فبسرعة كده هعرفكم بنفسي. أنا تامر الشرقاوي، عندي 46 سنة، بكالوريوس خارجية تجارة خارجية واقتصاد. آه، اشتغلت على مدار ال 25 سنة أو ال 26 سنة اللي فاتوا في 9 شركات، منها شركات عالمية، منها شركات محلية، منها شركات مشاريعنا احنا الخاصة أو زائد البيزنس الخاص بتاعي. اشتغلت بيع كتير جدا، في سواء بيع تقليدي، بيع مباشر، تسويق شبكي، تسويق مالتي ليفل، حاجات كتيرة أوي 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 أوي. كويس. الحمد لله الحمد لله. كانت تجارب موفقة. التجارب حتى اللي كانت مش بمستوى النجاح المطلوب، أنا استفدت منها. وده أول درس عايز أو أول موضوع عايزين نتكلم فيه. مفيش تجربة فاشلة. التجربة الفاشلة في وجهة نظري إنك تكون التجربة اللي ما استفدتش منها. أنا ممكن أخش مشروع أخسر أو المشروع يفشل، بس أهم من إنه ينجح أو يفشل هو نجح ليه وفشل ليه. دي حاجة اسمها تحليل. ده علم آه، م- واسع جدا جدا جدا، وهو تحليل البيانات او تحليل المعلومات عشان اوصل منها لنتائج. اوكي. كل اللي انا عايز اقوله في الفيديو ده حاجه مهمه قوي 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 قوي، وحاجه هي مفتاح انك توصل لاسرع نتائج في اقل وقت. حلل دايما نتائجك. ان نجحت، اعرف انت نجحت ليه. ان فشلت، اعرف انت فشلت ليه. بس قبل ما تعمل ده في حاجة مهمة جدا لازم تعملها. اطلع بره الصورة. يعني ايه؟ يعني اعتبر ان انت اللي بتقيمه ده واحد غيرك او واحدة غيرك. اعتبر ان انت بتتفرج على فيلم وبتنتقده. انت بتتفرج على فيلم حقيقي وبتنتقده، بتطلع بتصور او بتطلع بتحليل للفيلم لانك شفته كله، شفت احداثه بالكامل، آه، شفت ظروفه بالكامل. حلل نتائجك في دراسة، في شغل، في لعب. احنا كلنا دلوقتي شايفين ان حتى فرق الكورة الناجحة في عندها حاجة اسمها محلل أداء. يعني ايه محلل أداء؟ بيشوف كل واحد بيعمل ايه، شوف كل واحد ايه القصور اللي فيه، ايه مراكز القوة اللي فيه. بنعمل حاجة في علم الإدارة اسمها سوات أناليسيز. سوات أناليسيز يعني إيه سوات أناليسيز؟ ببساطة شديدة بشوف المشروع ده أو أيا يكن الشخصية دي، المشروع ده، العميل ده، التجربة دي، whatever، أي حاجة أنا عايز أقيمها أو عايز أحللها. بعمل أوجه القوة أو أوجه النجاح، وبعمل اوجه القصور او الحاجات الويكنس اللي هي العيوب او الحاجات الانحرافات اللي حصلت عن المسار. حصلت ليه؟ لما بعرف احلل الكلام ده انا بعرف انا غلطت في ايه ونجحت في ايه وكانت النتيجة دي ليه. اتمنى ان انتوا تكونوا
استفدتوا حاجة، ولو فتحت لكم بصيص كده من النور، أو نورت لكم على حتة ما تاخدوا بالكم منها. حلل نتائجك، حلل أعمالك. سلام عليكم.